اسمعوا قرميش. ساندويتش فاخيطاس على شكل بوراك، خبز مخدوم في الدار، نتوما غير لويو وهو ما يتكسرش. تبعوا معايا الوصفه وبسم الله نبداو. نسحقوا 3 كيسان تاع الفرينه، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره سكر، ملعقه صغيره تاع الملح، وملعقه صغيره خميره كيميائيه، 3 ملاعق كبار تاع الزيت، ولموا بكاس تاع الماء اللي تحطوه تدريجيا. عجنوها شويه وخلوها تخمر. العجينه ما لازمش تكون تتلاصق. والحشو في شويه زيت وزبده. حطيت البولي اشي، بصله غابي، ولي زيبيس نخليوكم مكتوبين تحت الفيديو. حطوهم فوق النار يطيبوا. العجينه بعد ما خمرت ديكازيوها وشكلوها كويرات، الكل وحده فيهم 50 غرام. قبل ما تبداو تحلوا لازم تخلوهم يخمروا 5 دقائق، وعاونوا روحكم بالفرينه. لازم حلوهم على الفرينه الرقاق كيما راكم تشوفوا. حطوهم يطيبوا فوق الطاجن اللي يكون سخون على نار متوسطه. ما تخلوهمش يحمروا بزاف، غير ابان، لانه قد ما تحمرهم قد ما يبسوا لكم. خلوهم بجوده، واصلا راح يزيدوا يتحمروا. وشوفوا ما يتكسروش كم معاكم، ما تخافوش. كل ما طيبوا وحده حطوها في طرشونه وغطوا عليهم باش هكا ما يبسوش معاكم. الحشو كنت زدت معاه شويه تاع لاكريم فريش والفرomاج باش يجيني معسل. الطريقه اللي حشيت بها كيما تاع البوراك، نتوما تحبوا ديروهم مثلثين مستطيلا كيما حبيتوا. المهم زيدوا حمرهم في الطاجين، وهذه هي النتيجه. ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، وصحه فطوركم.